الاوبجكت اورينتد بروجرامينج التي لا غنى عنها. ناس بتخلص دارت تروح نط على فلاتر. اقف، اياك تعمل كده. اياك تخلص لغة دارت فقط وتقول لي انا هتعلم فلاتر وانا ماشي في السكة اتعلم او بي. غلط تماما. عمرك ما هتفهم فلاتر ولا هتعرف تشتغل بيها. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج عصب المبرمج. يعني ايه؟ يعني لغة البرمجة والاو بي سلاحين تمشي بيهم. دايما كنت بقول كده في الكورسز، اللي كان شاف الكورس هيضحك على الجملة دي. ولكن الاتنين دول مرتبطين ببعض. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج فيه بارادايمز تانية ولكن مش هنخوض في الموضوع ده. انت هتشتغل بدارت والاوبجكت اورينتد بروجرامنج تفهمهم كويس جدا. يعني مفيش اوبشن اللي انا اقول لك خلص دارت اعرف فاريبل لوبينج كونديشن مش عارف ايه وايه وايه وروح اتعلم فلاتر. اياك، لازم تتعلم او بي. ولو حد بيعترض على هذا الكلام يخلي رأيه لنفسه، وده رأيي أنا اللي أنا مقتنع بيه 100%. ومش رأيي لوحدي، لا، ده رأي ناس كتير جدا كبيرة في المجال، ومش في مجال فلاتر بس. عشان ناس كتير بتقول لك دارت وخش على فلاتر والاو بي تتعلمها. ما ينفعش، ما ينفعش. لما اجي اقول لك في فلاتر احنا دخلنا جوه الاس دي كي وهنبدا نتكلم مع الانهيرتنس والكومبوزيشن ونتكلم مع حاجات كتير جدا، البوليمورفيزم ومش عارف ايه. ده لازم تبقى متعلمه في هذه الستيب. ما ينفعش تروح تتعلمه في فلاتر، هتتعب. خد بالك لما بقول لك ما ينفعش، لا هو ينفع ولكن بطريقه صعبه. عارف انت هتقعد تهلك نفسك وتهلك الريسورسز بتاعتك على الفاضي. انت كان ممكن قبل ما تخش مع فلاتر تبقى ماسك سلاح الاو او بي، تبقى شاطر جدا وانت في فلاتر.